نسيت ابدا عادي. هنتكلم النهارده عن حاجه اسمها السي اي في والفي اي في. باختصار هي دي انظمه تحكم في الهواء. السي اي في هو كونستانت اير فوليوم، يعني هواء ثابت. انا عاوز في الزونه بتاعتي كميه هواء ثابته. في اي في هي فاريبل اير فوليوم، يعني عاوز كميه هواء متغيره. نقفل الاول نظام السي اي في. نظام السي اي في هو بيكون مرتبط بمروحه كونستانت سبيد، وغالبا بيكون بيخدم على سنجل زون. طالما قلت لك كلمه سنجل زون فهي بتكون وان ثيرموستات، يعني قفلت المكنه، ما حققتش المكنه شغاله. طب انا عندي بيبقى في مشكله في السي اي في. طالما كميه الهواء عندي ثابته فانا ما اقدرش اتحكم في درجه الحراره. يعني ايه الكلام ده؟ الاوضه دي وصلت لدرجه الحراره المطلوبه، هيفضل الغرفه تدخل لي كميه هواء باستمرار. طب ما ده معناه ايه؟ معناه ان درجه حراره الغرفه هتبرد اكتر. يعني انا لو عايزها 24 لا مش هعرف اعمل كنترول عليها، ممكن توصل ل 20 واقل من 20. بس استفدت استفاده اللي انا حققت كميه هواء ثابت. فطالما حققت كميه هواء ثابت يعني الضغط ثابت، يعني انا اقدر اعمل كنترول على الضغط ولكن ما اقدرش اعمل كنترول على التمبريتشر. فعلشان احقق الكنترول على التمبريتشر لازم اضيف اضافه في نظام السي اي في. ايه هي الاضافه دي؟ حاجه اسمها ريهيت، عمليه تسخين. انا حققت درجه الحراره في المكان هيبرد، اقوم مشغل التسخين. فده انا حققت درجه الحراره وحققت الضغط، بس دفعت فلوس اكتر علشان انا هوا بارد صرفت عليه عشان ابرده وبعد كده رجعت اسخنه تاني. بس بسخنه امتى؟ اما التمبريتشر عندي بتقل. طب النظام ده احنا بنحب نلجأ له امتى؟ بنحب نلجأ له لو احنا هنشغل مجموعه من الغرف مع بعض هتشتغل مع بعض وتفصل مع بعض، علشان هي مرتبطه بمكنه واحده زي ما احنا قلنا سنجل زون، يعني ثرموستات واحده. لا نعيش عيشه فل لا نموت ايه، احنا كلنا هتتقفل علينا. فنيجي بقى على النظام الثاني اللي هو الشائع الاستخدام اللي هو الفي اي في. عندنا 3 انواع منه مشهوره. النوع الاولاني في اي في ديبندنت بريشر، النوع الثاني في اي في اندبندنت بريشر. خلينا في النوعين دول الاول قبل ما نيجي للنوع الثالث اللي هو قدامنا ده. النوع الاولاني اللي هو ديبندنت بريشر، يعني من كلمته هو معتمد على الضغط. يعني ايه معتمد على الضغط؟ تعالى معايا نوضح بالراحه. عندك اوضتين، الاوضه دي انت عايز درجه الحراره فيها 24 والاوضه دي انت عايز فيها درجه الحراره 24. شغلت المكنه طلعت لي كميه الهواء اللي تكفي الغرفتين. في اوضه منهم حققت درجه الحراره المطلوبه. ايه المفروض هيحصل؟ الثرموستات بتاعت الاوضه دي هتبعت اشاره للفي اي في تقول له اقفل شويه. طب اما يقفل شويه ايه اللي هيحصل في الفلو في الضغط؟ في ضغط الشبكه هيزيد. فايه اللي هيحصل عندي؟ طبعا انا بيكون عندي سنسور للبريشر على الخط عشان يقيس لي زياده الضغط دي عشان تسمع معايا في المروحه، عشان انا بكون مركب على المروحه في اف دي، مغير لسرعه المروحه بخلال التردد. يعني بلعب في سرعه المروحه من خلال التردد بتاعها، بخليها بدل 60 مثلا 40. ايه المشكله في النظام ده؟ يعني النظام ده بيعمل لي مشكله في ايه؟ ركز كده معايا. انا عندي اوضه حققت درجه الحراره، قفلت البوكس بتاعها، البوكس بتاعها اتقفل، يعني ما عادش فيه هواء بيخش. المروحه هتغير سرعتها. خلي بالك من كلمه هتغير سرعتها، تغيير السرعه ما بيبقاش لحظي علشان هي معتمده على البريشر، ضغط، لازم تسمع الاول اشاره ضغط. ايه اللي هيحصل للغرفه الثانيه؟ اللي هيحصل في الغرفه الثانيه اللي هيخش لها هواء ازيد. طب اما يخش لها هواء ازيد عقبال ما تستوعب زياده الهواء اللي حصلت جواها والثرموستات بتاعتها تحس ان درجه الحراره انخفضت زياده عن المطلوب وتبعت اشاره للفي اي في تقول له اقفل شويه، يكون اخد ايه؟ وقت. فقام قال لك طب ما نعمل نظام مكلف شويه، هو في اي في برضك
بس بيبقى عليه ايه بقى؟ اندبندنت بريشر، يعني مش معتمد على الضغط. امال هيعتمد على ايه؟ سنسور فلو. فاكرين انتوا بقى القصه الاولانيه ان الغرفه دي حققت درجه الحراره بتاعتها فقفلت الفي اي في، فكميه الهواء زادت في الشبكه الرئيسيه. فايه اللي هيحصل عندنا؟ تيجي الهواء الزياده يخش الغرفه الثانيه يقابله سنسور فلو، يقول له عندك انا محتاج كميه واحده، يقوم راح مقفول. يبقى ايه الفرق ما بين ده وده؟ اللي ده بيزود فلو في الغرفه الثانيه، اما نظام الاندبندنت بريشر لا، ده انا ما بسمحش بدخول فلو اصلا في الغرفه الثانيه عشان بيبقى في عندي ايه؟ سنسور للفلو. النظامين بيبقى معاهم مروحه ايه يا اخوانا؟ فاريبل، صح كده؟ طيب في بقى نظام معانا تاني اسمه في اي في باي باس. اللي قدامنا ده زي اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ عباره عن مكانين بيخرج منهم الهواء. الهواء بيخش من هنا، بيطلع من هنا، او يطلع من فوق. ده اسمه الباي باس بقى. طب ده انا بستخدمه في حاله ايه؟ عندي المروحه الرئيسيه كونستانت سبيد، يعني بتطلع لي كميه هواء ثابته، بس الغرفه بتاعتي ما عادتش عاوزه كميه الهواء المطلوبه، يعني بقت عايزه سيك 50% من الهواء. هدخل لها 100%؟ لا، اقوم يدخل لها 50%. ده معناه ايه؟ معناه ان السيرموستات هيبعت اشاره هنا للكنترول يقفل ده 50%. طب ال 50% التانيين يروحوا فين؟ ما سرعه المروحه ثابته مش متغيره. يقوم رايح ال 50% التانيه تطلع لك منين؟ من خلال الباي باس اللي فوق ده. ففي الباي باس ده مهمته ايه؟ بنرجع من خلاله الهواء كانه ريليف. اعتبره ريليف بالظبط، او اعتبره 3 واي زي شبكات الميه اللي تشيلد. تاخد الهواء الريتيرن ده تخلطه، اللي هو جاي لك من الباي باس، تخلطه مع ايه؟ مع الريتيرن، يرجع لك تاني على سواء وحده الباكج او وحده الاي اتش يو، ويرجع لك تاني في السيستم. وصلت؟ يبقى ده الفرق ما بين انظمه السي اي في وانظمه الفي اي في، سواء اندبندنت او ديبندنت او باي باس. قال لك بقى في حاجه جديده دلوقتي اسمها الاير فالف. الاير فالف ده احنا ما بنلجألوش عشان هو مكلف، بس الدقه بتاعته عاليه قوي. خلي بالك اللي في نظام الفي اي في بيحصل تغير، فما يحصل تغير عندي يعني الضغط بيلعب. يعني وارد لو انا في معمل او في مستشفى في غرفه عمليات فجاه الاقي الضغط بدل 10 بقى 10 باسكال بقى 5 باسكال، كده حصل ايه؟ غلط في الضغوط. في المعامل اللي هي المعامل المختبرات بقى، اللي هي الحاجات الفيروسات والحاجات الدقيقه، ما ينفعش العب في الضغط. انا عندي هنا -10، هنا -5، هنا متعادل، يبقى لازم احافظ عليهم. يبقى ده معناه ان لازم احقق استجابه عاليه في التحكم في الهواء. السي اي في او الفي اي في استجابته دقايق، يعني ممكن يقعد لك دقيقه او دقيقتين عقبال ما يحقق لك يرجع تاني لوضعه الطبيعي ويحقق لك الضغط في المكان، عن طريق اللي انت بتلعب في كميه الهواء في السبلاي وفي الريتيرن او الاكزهوست. فقام قال لك بقى ان الاير فالف هو نفس الفي في، ولكن الميكانيزم بتاع التشغيل بتاعه مش محتاج يقيس لك ضغط، مش محتاج يقيس لك فلو، لا ده هو ميكانيزم ميكانيكي بيعدل نفسه بنفسه في خلال ثانيتين. فدلوقتي اما نيجي نقول لك تشتغل في معمل او في مختبر مهتم بيه بالضغط، اشتغل لي لا اما سي اي في اللي هو يحقق لي كميه هواء ثابت في المكان وما تشغلش بالك بالحراره، او لو عايز تشغل بالك بالحراره حط ريهيت تظبط من خلاله التمبريتشر، او تشتغل النظام المكلف اللي هو ايه؟ الاير فالف. ده باختصار بكلمك نبذه عن الانظمه بتاعه التحكم في الهواء. شكرا لكم.